السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. قصة جديدة ومفيدة وفيها عبرة بإذن الله عز وجل. فأعطونا لايك إخواني وأخواتي، وأعطونا اشتراك، وهيا نبدأ. هذه القصة هذه وقعت في إحدى الدول العربية. لا داعي أن نذكر اسم الدولة احتراما للناس ديال هذه الدولة هذه. شخص اسمه عبد الرحمن، شاب كأي شاب كيوصل لواحد السن كيفكر أنه يتزوج. المهم هذا الشاب هذا تقدم لواحد الفتاة أو لواحد العائلة عندهم بنت اسمها بدرية، وتم الزواج. كان موفر له يعني مبلغ من المال، عنده بيت مستقل، عاش حياته، يعني عاش حياة جميلة أو بداية حياة جميلة مع هذه البنت. مرت السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، ما عندهمش أبناء، كيولدوش. العائلة ديال عبد الرحمن كتسولو: عبد الرحمن، واش عندك شي أبناء؟ واش كاينة شي حاجة؟ واش كذا واش كذا؟ هو يسول المرأة ديالو عاود: واش مازال؟ وخصك تمشي للطبيب، خصك تعالجي، خصك كذا. المهم الزوجة مشات للطبيب، دارت الفحوصات اللازمة ديالها، فوتت عند الأطباء المختصين بالولادة والتوليد، لقاو أن عندها شي حويصلات في الرحم ديالها كيمنعوا إن صحت العبارة أنها تحمل. يعني نسبة الحمل عندها 0.1%، نسبة ضعيفة جدا. قالتها للزوج ديالها، قلت له: أنا راني نسبة الحمل عندي ضعيفة، ولكن غادي ناخذ أدوية وغادي ناخذ أعشاب وغادي إن شاء الله غادي نتشافى وغادي نحمل بإذن الله عز وجل. بقاو على داكشي اللي بقاو. مرت السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، والو ما كاينش الأبناء. وهو يوميا كيسولها يوميا: واش مازال؟ واش هذا؟ لأن علاش؟ لأن المجتمع كيقهر. المجتمع هو عاود كيسولو والديه، كيسولو خوتو، كيسولو خواتاتو: واش مازال ما عندكش الأبناء؟ واش مازال ما غاديش دير الأبناء؟ شوف شي حل. واحد النهار فتحته هي في الموضوع، قالت له: عبد الرحمن، دابا أنا ما كنولدش، ولكن دابا أنت عندك حلين: إما تطلقني، إما أنك تتزوج. وأنا الحل ديال أنك تتزوج بالنسبة لي أهون من أنك طلقني ونمشي، يعني نبقى أرملة، اللهم نبقى متزوجة ونبقى معك حسن. قال لها: واش انت موافقة على أنني نتزوج مرة ثانية؟ قالت له: ماشي مشكل، تزوج. المهم قالها لعائلته، وحتى هي قالتها للعائلة ديالها، قالت له: باش تعرفوا بلي راني موافقة، من تبغيو تمشيو تخطبوا له انا نمشي معكم. داكشي اللي كان. شاف واحد البنت، بنت الناس، من عائلة معروفة، من عائلة مرموقة، تقدموا الخطبة، مشات المرأة الأولى هي مشات معهم تخطب معهم، عطاوها البنت. هاد البنت هي سميتها دلال. المهم تم الزفاف. عبد الله كان عنده بيت باعو وشرى على شكل فيلا مقسومة، يعني المرأة الأولى عندها الشقة ديالها والمرأة الثانية عندها الشقة ديالها، يعني ما مخلطينش. المهم تم الزواج، كل شيء فات مزيان. العام الأول دلال كتولد الولد الأول. فرح عبد الرحمن طار بالفرحة، طار عبد الرحمن بالفرحة، بقى يشد الولد ديالو يسلم عليه يحتضنو. العام الجوج ولد الدلال جابت ولد، العام الثالث ولد الدلال جابت ولد، العام الرابع ولد الدلال جابت بنت. عبد الرحمن البيت أصبح عنده الحمد لله عامر بالأبناء، الحمد لله. واحد النهار ولا عند الزوجة ديالو الأولى بدرية، قال لها: بدرية، واش مازال ما واش يعني شوفي شي علاج، شوفي شي حاجة، أنا ما غاديش نسمح فيك غير تزوج وغادي نسمح فيك، ولكن انت عاود شوفي إلا كاين شي علاج، إلا كاين شي حاجة. قالت له: واخا يكون الخير إن شاء الله، غادي نشوف إن شاء الله. غيبت عليه واحد 10 أيام 15 يوم. قلت له: عبد الرحمن،
انا راني فوتت عند واحد الطبيب، ها فين كاين طبيب معروف، وراه قال لي خصنا ناخذ الفحوصات ديال الزوج. قال لي حتى الزوج خصنا ناخذ الفحوصات ديالو، حتى انت الا كان ممكن تمشي حتى انت ودير الفحوصات. قال له ماشي مشكل، ناخذ موعد ونمشي. المهم عيط لهم، خدا رانديفو اللي هو موعد ومشى. دخل، قال له اسمو، قال له الزوجه ديالي جات عندك. قال له واه جات عندي الزوجه ديالك. وقلت له ودي خص حتى الزوج يدير الفحوصات ديالو. قال له واه انا مستعد. المهم عطاهم او اخذوا المني ديالو. قالوا صافي غدار واحد ديال التحاليل. صافي مشى، غدا ليه جا عندهم. السلام عليكم. السلام، انا هو اللي عندي التحاليل هنا البارح. قال له السميه ديالك؟ عبد الرحمن كذا وكذا. كيعطوا التحاليل. قبل ما يعطي التحاليل الدكتور بلع الباب، غلق الباب مزيان. قال له اخويا عبد الرحمن غادي نقرا لك التحاليل. قال له واه تفضل. قال له ولكن راه داكشي اللي عطا رب العالمين، القدر ديال الله عز وجل معنا، فين نهربوا منه، هذا امر الله، يعني انسان يصبر ويحتسب. قال له سمو قول، سمو باغي تقول. قال له التحاليل اللي درناهم المني ديالك انك انت ما كتولدش، مستحيل تولد. الحيوانات المنويه عندك ضعيفه بزاف، مستحيل تولد. قال له سمو كتقول. قال له كي كتسمع. خدا التحاليل وخرج. طبعا عبد الرحمن يعني الطبيب اللي هو دكتور ومختص وكذا قال له ان انت مستحيل تولد، ودلال جايبها 4 ديال الاولاد، يعني اسمه يعني الحرام، يعني ان دلال كانت كتخونو مع شخص واحد اخر. المهم بغى يهبل، بغى يتسطى. خانتني الخائنه، نقتلها كذا. ومعيط لواحد الشيخ ديال دين. قال له يا شيخ انا قصتي كذا وكذا 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 وكذا، اسمو ندير؟ قال له ولدي هاد الحوايج تولي القانون. قال له ما نقول حتى شي حاجه، الحوايج تولي القانون هو اللي غادي يفصل بيناتكم. مشى للاب ديالو عاود حكى له القصه من الالف حتى الياء. بقى الاب ديالو الخائنه الغداره كذا كذا، نوينا فيها الخير، نويناها انها انسانه طيبه وانها انسانه مزيانه. قال له الاب ديالي دابا هادشي اللي كاين، الحل هو نقتلها. قال له لا. قال له كاع ما توسخش يديك فيها. الحل اللي غادي دير هو انك غادي تمشي للدار وغتهزها هي ولادها. ولادها راه ماشي ولادك، مادام الطبيب قالك هاد الهضره هادي راه ولادها ماشي ولادك. غتديها لدار بوها صافي، ومن بعد طلقها صافي. هذا هو الحل، ما كاينش حل واحد اخر. داكشي اللي دار. مشى للدار، دخل، المراه ديالو جايه تستقبلو عادي كاي زوجه تستقبل الزوج ديالها. قال لها لا ما تقربينيش، جمعي حوايجك وانتي ولادك دابا لدار باك. سمو راك تقول سمو درنا، ما تقولي لي حتى كلمه. بقات كذا سقلها، عطاها كف كما يقولوا. قال لها ما تقولي لي حتى شي كلمه، ولادك وحزي حوايجك كلهم ونمشيو لدار باك، نوصلك لدار باك. صافي هي رضخت الامر الواقع، ما فهمتش سمو راه واقع. مشات معاه، حطها لدار بوها وجا. وليدها ما فاهمين والو. مباشره هو مشى للشرطه، مشى للبوليس باش يقيد محضر ديال الخيانه الزوجيه وديال الزنا وديال ان البناء ماشي ديالي. وهز معاه طبعا الورقه ديال الطبيب اللي كتثبت انه انسان ما كيولدش، ما عندوش ابناء. المهم كتب المحضر صيطوه للنيابه. النيابه جاو للدار ديال الاب ديالها. طبعا هادشي بعد ايام جاو للدار ديال الاب ديالها ان بنتكم كذا وكذا وكذا وكذا، وضروري خصكم تريحوا قدام القاضي نتوما وهو، البنت والاب ديالها وخوتها والزوج. داكشي اللي داروا، ريحوا. قال له انا سموها الورقه ديال الطبيب. البنت كتقول له ودي هادشي راه ما يمكنش، راه مستحيل، راه كاين شي خطا. لا، طبيب مختص وكذا وكذا وكذا، انت خائنه، انت زانيه، انت كذا ما تستحقيش العيش معاك. المهم القاضي حكم على ان الزوجه تدخل السجن حتى يشوف الامر ديالها، والابناء مادام انه ابناء ديال حرام ديال زنا ما يبقاوش مع الام، وانما يمشيو لدار الرعايه، يعني داهم للدار ديال بحال الدار ديال الايتام كيتهلاو فيهم وكذا، يعني ولاد يعني ما عندهمش الاب ديالهم، ما معروفش.
المهم مشى للزوجة ديالو الاولى، حكى لها القصة، قالت له صدقت ماشي زينة، صدقت خائنة، وانا كنت شاكة فيها، ولكن كنت خايف نقول لك انت شي حاجة وتغضب عليا ولا شي حاجة، ما بغيتش نقول لك. ما انا كنت شاكة في هذوك الدخلات ديالها والخرجات ديالها، ما كانش طبيعي. المهم واحد النهار بغاو يديروا داك الادي ان ديال الابناء، بغاو يتاكدوا. قالوا للبوليس اول حاجه غديرها غتمشي تعاود دير تحليل ثاني للمني ديالك، دير تحليل ثاني من الشروط. قال له واه نمشي ماشي مشكل، انا متاكد راسي ان دوك الابناء ماشي ديالي، حتى الاشكال ديالهم والوجوه ديالهم ما كيشبهوليش كاع، ماشي ديالي. المهم مشى عند نفس المستشفى، بغى يمشي عند نفس الطبيب. دخل عند الطبيب، قالوا لي الطبيب راه مسافر، الطبيب مشى الاجازه وما راهش هنايا، ولكن ماشي مشكل، هذا تحليل اي واحد نديروه ماشي مشكل. قال له صافي، دار داكشي اللي كيدار، اختاروا العينه، قالوا صافي غدا ولي. قال له صافي، غدا ليه جا، قالوا هي التحاليل ديالك مبروك عليك، الحمد لله عندك تحاليل مزيانه، وراك الحمد لله يعني مزيان قال له اسمك كتقول؟ قال له عندك تحاليل مزيانه. قال له كيفاش مزيانه؟ قال له هاد التحاليل اللي ديتها من عندكم هذه اسمه. قال له راه عاود التحاليل في ديك الساعه. قال له دير لا التحاليل راه عندك مزيانه، هذه عاودناها دابا مزيان. قال له هاد الورقه اللي عطيتوها لي قبل مده بان انا ما كنولدش، قال له راه غير شي خطا. قال له خطا؟ راني اسره شتتها، كيفاش تقول لي خطا؟ راني ضيعت ولادي وضيعت المراه ديالي وضيعت كلشي وضيعت الاسره، كيفاش تقول لي خطا؟ قال له غير شي خطا طبي. قال له هاد النهار الطبيب يحضر ضروري، الطبيب اللي عطاني الورقه ضروري يحضر هاد النهار، ضروري يحضر. قالوا ديرها مسافر، قالوا له ماشي مشكل، مسافر غايب انا باغيه يحضر. المهم خرج من عندهم غضبان كاره، كيفاش تقول لي غلط وانا يعني ولادي رميتهم في دار العجزه، والمراه ديالي طلقتها في دار بوها، حطيتها في دار بوها، كيفاش تقول لي؟ المهم مشى النيابه، مشى للقاضي، عاد قال له ساعه القاضي راني وليت لنفس المستشفى، وراه قال كان عندهم خطا، وها جوج تحاليل دارهم جداد باني انا انسان يعني ساوي او لا مستوي، والامور ديالي عندي مزيانه. قال له اسمك كتقول؟ قال له كي كتسمع؟ قال له ضروري خاص الطبيب يحضر. وخرجوا المراه من السجن وردوا ولادها ليها، وتبقى هي في دار بوها تنشوفوا حل لهاد المشكله هذه. داكشي اللي كاين. خرجوا المراه، قالوا دير الطبيب غلط في ديك التحاليل وكذا وكذا. جابوا الاولاد اللي كانوا في دار الطلبه ولا في دار العجزه، لحقوهم بامهم لان الام ديالهم ولان هذا هو الاب ديالهم الحقيقي. لقاو بلي الخطا اللي وقع دار الطبيب هو اللي دمر كاع هاد الاسره هذه كامله. قلبوا على الطبيب. عيط القاضي مباشره للمدير ديال المستشفى، قال له فين الطبيب؟ قال له الطبيب راه في اوروبا عنده اجازه، وما كانش داير عليه هاد الاجازه هذه، خطره واحده من الطياره قال نعطوني اجازه ديال شهرين، وما كانش داير عليها نيشان، يعني ما كانش. قال له خاصو ضروري يحضر، الطبيب خاصو يحضر، ديروا عليه بحث غياب، يعني ضروري خاصو فوقاش ما دخل المطار ديال هاد الدوله هذه خاصهم يشدوه البوليس ويجيبوه لنا. واحد النهار الاب مريح عبد الرحمن، طبعا المراه طلبت الطلاق، طلقها، انا قالت له انت ما تستحقش انني نعيش معك. الابناء ديالو صافي يعني ولاو مع الام ديالهم وكرهوه التصرف اللي دار معهم. الاخوان ديال هاد البنت هذه قالوا له كان نلقاوك في الشارع نقتلوك، لانك لعبتنا بالشرف ديالنا وجبت لنا العار للعائله ديالنا وجبت لنا العار للاخت ديالنا اللي كنا باغيين نقتلوها. لو كان نلقاوك في الشارع ندبحوك كما ندبح الخروف ولا المعزه، ولا ندبحوك نحيوك. المهم واحد النهار هو مريح حتى كيصوني التليفون دياله من رقم اجنبي، رقم اوروبي. السلام عليكم. السلام، كي داير الاخ عبد الرحمن؟ لاباس مزيان مليح. قال له شكون معايا؟ قال له معك الطبيب.
قال له والله لو كان نقبضك نشرب بالدم ديالك نشربه. سمو درت ليه وداك الخطأ. قال له اسمع، قال له ما كاين لا خطأ لا والو، قال له داكشي متعمد. اسمو كتقول؟ قال له كي كتسمع داكشي متعمد. وهنا غتبدا عاد القصه الاخوان، وهذا هو يعني البدايه ديال القصه. قال له اسمو، قال له الزوجه ديالك بدريه جات عندي وقالت لي انا ما كنحملش، وهي السبب في انني عطيت دوك التحاليل اللي مزوره. اسمو كتقول؟ قال له الزوجه ديالك هي الراس المدبر لهذه القضيه هذه. بقى يضرب راسو، يلتخ راسو، يضرب راسو مع الحيط. اسمو كتقول؟ قال له جات عندي عطاتني 3000 دولار. قلت لي انا متزوجه انا وياه وغير حنا بجوج، وانا مريضه حقا، يعني عندي نقص يعني عندي خلل في المبيضين ديالي انني ما نولدش. ولكن هو كيقهرني كل مره يقول لي بغيتك انت تعطيه تحاليل لان حتى هو راه كيعاني واحد شويه من الضعف الحيويه المنويه ديالو. قال له انا راه ما كنتش ناوي انك متزوج وعندك ابناء اخرين انا كنت ناوي على انك غير انت وياها، وهي قالت لي هاك 3000 دولار هذه، وباش هو ينقص عليا شويه الهضره وينقص عليا شويه، يعرف بلي حتى هو راه فيه الخلل، ماشي الخلل غير فيا انايا. ولكن بعد من دارت القصه ديالكم وعرفت انك انت متزوج مراه اخرى وعندك معها 4 الابناء، راني ما قدرتش نبقى في الدوله، راني هربت ما قدرتش. قال له والله لو كان راه قدامي نشرب الدم ديالك نشربه. قال له المهم هذا هو الحل. قال له نقول لك علاش انا عيطت لك. قال له قول. قال له انا من وقعت هذه المشكله عيطت لها من اوروبا، قلت لها غتصيفطي لي 300 مليون ولا غادي نقول كل شيء. قالت له لا نعطيك 20 مليون. قلت لها لا 300. قالت لي لا والله ما نعطيك 300. طبعا هذو عائله كانوا لاباس عليهم. قال له وانا هذا الشيء يعني شحال معها وضد معها، بغيت نبيعها وبغيت نكشف السر اللي كنت مدرقه عليك. مشى عندها بدا فيها بالضرب العصا حتى قالت له كل شيء. قالت له انا كنت ناويه انك غادي غير يقول لك هذيك القضيه، غادي غير تمشكل انت وياها ولا غادي غير دابز انت وياها. ما كنتش ناوي ان الامر غادي يوصل للطلاق ويوصل انك تفرق انت وولادك. يعني انا بغيت غير نروح ولا بغيت غير ننفس على قلبي واحد شويه. فطلقها حتى هي، وبقى مسكين عبد الرحمن عايش لا حنين لا رحيم. وهذا الشيء كله الاخوان السبب ديالو الغيره هي اللي خلات هذه المراه الاولى تغير من المراه الثانيه وتدير هذه المكيده هذه. وسببها كذلك هو واحد الطبيب اللي غبي، طبيب اللي ساذج ما عندهاش الذكاء. المراه عطاتو 3000 دولار، ضيع الخدمه ديالو وضيع السمعه ديالو وضيع كل شيء من اجل 3000 دولار اللي ممكن كان يشدها في شهرين ولا 3. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله عز وجل انه ما يبتليناش. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم.